طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم سيدنا المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه. السلام عليكم ورحمة الله الشعب السوداني الكريم. طبعا الجنجويد عاملين زوبة في الميديا، نحن تحت كبر الحلفاية ونحن هزمنا جيش كرري وكلام زي ده. يا جنجويد انتم ما قلتوا متواجدين تحت كبر الحلفاية، نحن الآن متواجدين تحت كبر الحلفاية، وين انتم؟ بعدين احنا سياد البلد دي ما ممكن انتوا تصور لنا في كبر سوبا ولا في كبر الرفاع تقول لنا نحن تحت كبر الحلفاية. انتوا كبر الحلفاية تصميمه بتعرفوا كيف؟ ده كبر الحلفاية يا جنجويد. دي الأعمدة حق كبر الحلفاية مستطيلة بالشكل، ما مدورة يا جنجويد. نحن الآن تحت دي المشاريع، نحن الآن تحت كبر الحلفاية. دي المشاريع تحت كبر الحلفاية يا جنجويد. اليوم الأحد الموافق 2 يونيو 2024، عشان ما تقولوا ناس كلام ساي يا جنجويد. الأحد الكلام اللي حصل يوم الجمعة ده دي زيارة خفيفة كده، إن شاء الله هنسجل لكم الزيارة مرة ثانية. قرصة أذان، بس قرصة حاجة كده، دي قرصة أذان يا جنجويد. خليكم مستعدين، امسكوا قوي. وبعدين في أهداف أخرى اتحققت من المهمة دي، انتم ما عارفينها وما تعرفوها، زي ما قال قائد ياسر العطا. الغرض ما ينتهي يا جنجويد، الغرض ما ينتهي، لأنه الجيش ده عنده استراتيجيات وعنده خطط عسكرية، الكلام ده انتم ما بتعرفوا، لأن انتم ناس ما مؤهلين ولا مدربين تدريب جيد، تمام؟ المهمة الجيش اللي عايز ينفذها نفذناها والحمد لله، لكن بنسجل لكم الزيارة ثانية إن شاء الله. نحن الآن من داخل كبر الحلفاية، داخل كبر الحلفاية، ده كبر الحلفاية يا جنجويد، عشان ما تخشوا المواطنين وتخدعوهم، ما تسوقوا المواطنين بالخلق. الشعب السوداني الكريم بالأخص ناس المنارة، الدرجة، ناس الجرافة، يا جماعة الناس ساكنين في العمارات ده، الطابق الأخير شفتوا الطابق الفوق آخر طابق ده ما تقعدوا فيه ولا تحت له، كلكم في الطابق الأرضي، لأنه التدوين بتاع الجنجويد ده تدوين عشوائي والمقصود المواطنين. ما تقعدوا لنا في الطابق الأعلى، الكلام ده بالأخص لناس المنارة والدرجة، ناس ود البخيل، ما تقعدوا لنا في العمارات في الطابق الأخير. الهدف كله المواطنين. نحن لكم بالمرصاد إن شاء الله يا جنجويد، نحن لكم بالمرصاد إن شاء الله. القصة الإشاعات الدائرة في الميديا حول إنه في إلزامية، الكلام ده طلس يا جماعة. الكلام ده طلس من القحاطة والجنجويد ده. ما في كلام، ما في كلام بتاع إلزامية. الوضع ما بيشيروا، ما دارين الناس زيادة، ما دارين الناس الموجودين الآن ده بيكفوا، واحدين جونا براهم ولا إلزامية ولا يحزنون، دي إشاعة حطها القحاطة عليهم لعنة الله، القحاطة عليهم لعنة الله. صعبت عليكم الله يا جنجويد، مش تفكوا إشاعة تقولوا الجيش ولا الجيش السوداني ده طالب إلزامية وكلام زي إلزامية بتاعت شنو؟ ما دايرين إلزامية نحن بس بنكفيكم، إلزامية بتاعت شنو؟ ما تخشوا الشعب السوداني تاخذوا فيهم ساعة تسوقون بالخلا يا جماعة، نحن قاعدين والبل مستمر إن شاء الله، زي ما قلنا لكم نسجل لكم الزيارة مرة ثانية إن شاء الله. أركزوا وصنددوا، أبقوا رجال. نحن الآن من داخل كبر الحلفاية وقاعدين متواجدين الليلة الأحد 2 يونيو 2024، تذكروا التاريخ ده كويس يا جنجويد، بنسجل لكم زيارة إن شاء الله.